السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم العاشر. نزلت يا ابو انس في المية، نزلت مضاد سموم 12 ساعة و12 ساعة غسيل كلى ونشط كبد. بكرة اخر يوم في جرعة السموم ونشط الكبد، ولما سيدنا محمد وهندي بقى مية بيضة تاني 12 ساعة بكرة، يعني عشان هننزل تحصينة الجمبورو بإذن الله في اليوم ال12. عايز انبه على حاجه. احنا يعني اليومين دول في موجة حر. النهارده درجه الحراره 41 درجه مئويه، والحمد لله احنا شغالين لوحه. النهارده اليوم العاشر محتاج درجه الحراره 29.5. الشفاط كان لسه شغال ساحب الحراره، درجه عندي 28 9/10، قلب 29 هتيجي ونص وخلاص. عليت بقى عن 29.5. الشفاء اهو، خليه عشان يبقى قدام الكل واضح. 8/10 29/4 29.5. زادت نص ساعة. انا ظبطت على 29 درجة. الشفاط بيشيل اول ما توصل 29 الشفاط هيفصل. هي كده 29.5، 4/10 3/10 2/10 1/10 الشفاط واقف. عايز اوريكم حاجة في الشفاط. الناس اللي عايزة تبدأ بروفيشنال على طول، الشفاط انا مخيطه، واخدين بالكم؟ شفاط امريكي مستعمل متخيط، مش لازم اجيب اتحاد اوروبا برقم، مش لازم اجيب الماني. الحاجات دي ايوه بروفيشنال اللي معانا. بكلم الناس اللي شبهي، الناس اللي هي معاها راس مال قليل وعايزه تبدا ومستنيه لما تشتغل وبتحبط في نفسها. ابدا باقل امكانيات عندك. شفاط مستعمل متخيط زي ما شفت، لوحه متواضعه جدا، سيرموستات، التايمر انا مشغله 5 دقايق تشغيل و10 دقايق ايقاف. هو كده ده على الخليه. الشفاط شغال على السيرموستات، تعلى نص درجه انا زودت على 29، تعلى عن 29 نص درجه الشفاط يشتغل، تنزل نص درجه الشفاط يفصل. عنده رطوبه 46، قصدي الرطوبه 46، الرطوبه عندي 46 اهي. الحمد لله المكان عندي شغال باقل امكانيات، وبطلع نفس اللي معاه شفاط الماني، نفس اللي معاه بطاريه عيون، نفس اللي معاه لوحه تحكم 20,000 واي فاي، شغال بطلع نفس الاوزان ونفس الجوده ونفس الكفاءه. الحاجات دي بتريحك انت كشخص. يعني انت لو معاك مثلا مبلغ وهتبدا مشروع، بتجيب الحاجات اللي هي البروفيشنال العاليه عشان تريحك انت شخصيا. طب ما فيش، لا يا باشا، انا هستغل دماغي وهستغل صحتي. الحمد لله الواحد صحته تمام. هتعب شويه الشفاط مثلا في مشاكل انا هحلها. اللوحه بدل ما اشتريها جاهزه، لا انا اروح اشتري الخامات وادور على المكان اللي بيعرف رخيص وانا اصنعها بنفسي. اللهم صل على سيدنا محمد. اتابع ناس على اليوتيوب، اعرف التهويه ازاي، الحراره ازاي، الرطوبه ازاي. وبس يا باشا، كده انت كله قشطه. ابدأ بأقل إمكانيات. البطارية دي كانت 4 أدوار. البطاريات دي عشان الناس قاعدة تسألني أنت جايب بطاريات منين؟ يا جماعة دول البطاريتين دول كانوا 4 أدوار. لو تلاحظوا هنا مفيش سقف وهنا الحديد عالية أهي. البطاريات دي كانت 4 أدوار. أنا قبل ما أجيب البطاريات دي كان عندي بطارية متر في متر على لفات ناحية واحدة. كانت يعني مش محملة، كانت خفيفة شوية. كنت جايبها تقريبا ب5000 جنيه أو ب4.5. فلقيت البطاريات دي معروضة على النت. واحد كان عمل مشروع يعني وعايز يبيعهم بأي طريقة، وكان عنده من زمان مركونين. وكان عرضهم ب8500 بطاريتين، الاتنين ب8500. الكلام ده من سنة ونص تقريبا. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما لقيت كده رحت عرض البطارية بتاعتي على النت. طبعا انا ماليش في التجارة، انا عرضتها على النت كده سبتها بظروفها، قلت ليه خير اخدها، ماليش خير خلاص. عرضت بطارية على النت، جالي لها زبون خدها بكام؟ خدها ب6500 جنيه. كسبت فيها 1500. اشتريها ب5 بعتها ب6.5 تقريبا. اللهم صل على محمد. كملت على 6.5 1500. اللهم صل على محمد. نص يبقى 7 زي 2000 جنيه يعني 2500 بالتوصيل. وجبت البطاريتين دول. طبعا معيش بقى خلية، مش معايا شفاط. الادوار البطارية زي ما قلنا ان هي كانت 4 ادوار، وانا هربي 3 ادوار عشان المساحة عنده، عشان اعرف اتحكم في التهوية. شلت الادوار اللي فوق دي، قطعت الادوار اللي هي هنا فوق، اللهم صل على سيدنا محمد، وعملت منها بطاريه نص اللي هي 60 في 2 متر بنفس
القوايم بنفسه، كل حاجه صنعتها. يعني خدت الدور التاني ده قطعته وخدت القوايم وعملنا بطاريه وبدراج نفس البطاريات اللي بتتباع يعني. طول ما فيك عين وراس هتعمل عمايل للناس. النموذج البطاريه سهله يا جماعه، اي حد يصنع بطاريه، هو مش صعب، هي مش مهنه، هي مش سر. صنعت بطاريه نفس اللي بشوفها في الملكه ومع الفنان وهنا وهنا وهنا. الفكره في الجمجمه، طول ما فيك عين وراس هتعمل عمايل للناس. عملنا البطاريه نص وبعتها تقريبا ب 4000 جنيه، اللهم صل على سيدنا محمد. ورشتها وظبطتها. اشتريت من المكسب بتاع الخليه والشفاط. جبته ب 1000 ونص تقريبا، لا ب 1000 في الحدود دي يعني. واشتريت الخامات، التايمر والثرموستات، وتعلمت اقفلها ازاي. الخليه اشتريتها مستعمله بالغطس بتاعها ب 900 جنيه. الشفاط اشتريته تقريبا في عيب ب 1100 جنيه. اللهم صل على محمد. اشتريت الخامات دي وصنعت اللوحه. يعني من 5000 جنيه اللي هي ثمن البطاريه بعتها وحطيت عليهم 1000 جنيه. ومع التجاره وتشغيل الدماغ بقى اتعلم ازاي اقفل اللوحه، ازاي اعالج الشفاط، ازاي اربي كذا كذا. مع تشغيل الدماغ بدات باقل امكانيات. طبعا راس المال ما كانش معايا راس المال، انا راجل زي ما قلت لكم باب محار. قرصت على نفسي شويه في المصاريف. الحمد لله بطلت السجاير ليا 3 سنين. بدات يعني اضيق على نفسي اي حاجه منع ان انا اعرف ادخر مبلغ من شغلي. فالحمد لله بطلت السجاير، عرفت اقتصد شويه في المصاريف. بطلت القعده على القهاوي والكافيهات والخروجات وكان عندي هس اللبس، وكنت بحب اللبس جدا، كل شويه اجيب طقم جديد. فبطلنا كل الكلام الفاضي ده لان في هدف، في خطه لازم تتعمل وتتنفذ. حاولنا كتير وما عرفناش، قلنا لا، لازم التغيير محتاج تضحيه. اضطريت ان انا اضحي بحاجات كتير انا بحبها. خصوصا السجاير دي. انا قعدت يعني السجاير بس عشان ابطلها قعدت 3 سنين احاول فيها، ابطل وافشل، ابطل وافشل، ابطل وافشل، ابطل وافشل، ابطل وافشل. وكل مره الحمد لله تحس ان العزيمه كانت بتكتسب صلابه. كل مره افشل فيها وارجع ابدا من جديد، ابدا اقوى من الاول، والاقي المده اطول من المره اللي فاتت. لحد الحمد لله ما ربنا كرمني وبطلت السجاير خالص، وقدرت اقتصد في بعض المصاريف التافهه اللي هي عادات الكافيهات، الملابس، الحاجات اللي انا بحبها. لازم تضحي، لازم عشان توصل لهدفك. يعني انا في الوقت اللي انا بلبس فيه ده كنت بعاني طبعا من الحاله الماديه والشغل عند الناس ومفيش حريه ماليه. فالواحد لازم ياخد قرار ويعمل مشروع حر نفسه، مصدر دخل ثابت، بيزنس، يكون عندك ناس بتدير لك الموضوع وانت نايم، فلوس شغاله. بعد كده بقى البس براحتك، اشرب اشرب، البس بقى براحتك يا باشا، اخرج اعمل اللي انت عايزه، انت معاك حريه ماليه. انما الاول يعني خروجه وطقم خلاص انا اتدينت في 200 جنيه كمان، محتاج اشتغل يومين عشان اسدهم. خروجه بشغله اسبوع. السجاير كل يوم يعني استغفر الله العظيم رب. الواحد لو طلع كل يوم 8 علبه السجاير اللي بيشربها دي هيخش الجنه حتف. قلبه جايبه يجيب علبه سجاير ب 20 جنيه، كانت ساعتها يعني ب 18 جنيه، ومش جايبه كل يوم يطلع المبلغ ده لله يعني. فالحمد لله يعني. احب اوجه الرساله دي لاي شاب، اي شاب بيعاني. ابدا وانا في ظهرك. دور على النت على بطاريه مستعمله وابدا اشتغل. بطل السجاير، بطل عادات سلبيه كتير بتعملها، عادات الكافيه، الملابس. مش هتعرف تحوش. انت عايز راس مال عشان تبدا، هتجيبه منين وانت عقليتك عقليه مسرف؟ انت بتحب تصرف، فلازم تفكر بعقليه المليونير. الناس دي تصرف الجنيه في حاجه تجيب لها 2 جنيه. فابدا، مش شرط تبدا فراخ، ابدا ارانب، ابدا سمك. ان شاء الله في مشاريع الواحد هينفذها باذن الله، بس لازم انجح في حاجه واحده الاول واوقف على الناس، ويكون بيزنس كده يعني، ناس شغاله ليه، مشرف بعمال بكذا يعني. ما علينا لا اجي اخر دوره وناخد الارباح والكتاكيت ان شاء الله يعني باذن الله، ونبدا بقى في حاجه تاني. هو ده الاستثمار يا جماعه. لو النجاح سهل كانت كل الناس نجحت. لو الواحد يبقى غني بسهوله، مجرد مشروع يعني مشروع فراخ يا جماعه محدش يستهون بيه. هو مش علف وميه ودواء في الميه وخلاص يا باشا، ده تركيز. انت ما بتنامش بما انت بتنام عين مفتح وعين مغمضه، حفظا على كتاكيتك، حفظا على فلوسك. الناس اللي بتجيب الكتاكيت وترميها في البيت وتروح الشغل وتيجي تلاقي الحراره، الدفايات كانت فاصله، قفله حصلت، كتاكيت سقايه اتدلقت ورنخت الدنيا، الكتاكيت طشمت منها ما عالجتش. فده اهمال.
انت عشان تبدا مشروع لازم مش تديله فلوسك بس، تديله فلوسك وتديله من وقتك وتديله قلبك وعقلك، تفكر فيه وتحس الكتكوت ده عايز ايه. الكتكوت ده ما بيتكلمش، انت بعينك كده بتعرف الكتكوت ده فيه ايه. فابدا وما تيأسش، والنجاح مش سهل. انا عايزك تفكر في النقطه دي حلوه. النجاح لو سهل كان كل الناس بقوا اغنياء، ما كانش في حد فقير. فانت اكتر حاجه هتعملها خير في نفسك انك تسيب مكان في الطبقه السفلى يعني. مش عارف اجيبها ازاي. ف يعني خلاص بقى يا جماعه، خلاص السلام عليكم.